اهلا بك يا عزيزي الكينج. اخيرا وبعد انتظار طويل نزل واحد من اقوى فيديوهات سوبر سنتاي يا زميل، بس المره دي الفيديو مختلف حبه. عامل لكم الفيديو بطريقه زمان اللي كلكم بتحبوها، ومعنى كده ان السهره خراب. شد في شراك، الليله هتولع ابو الصحاب، لان بجد القصه انفجار، كلها اكشن، حروب، مغامره، دمار. لا بجد حاجه فخامه، اثاره، اكشن، ضحك على دراما. كل اللي عليك تجهز في شارك زعامه، وفي الكومنتات تقول لي عاش عليك بامانه، ويلا بينا. وبتبدأ الحلقة 21 من المسلسل على كوكب تاني مع الحارس البنفسجي. بيفحص الصخرة دي وبيقول خلاص لقيت اللي كنت بدور عليه. بيجهز آلي بلاسيو وبيقول له يلا عشان نرجع على كوكب الأرض. أركانون بيحس بيه فبيقول لرجالته عاوزكم تجهزوا، واحد من أخطر الحراس في طريقه لكوكب الأرض دلوقتي، لازم نوقفه بأي تمن. كلهم بيوحدوا قوتهم عشان يصنعوا أقوى وحش، وفي نفس الوقت الحراس بيعرفوا إن في حارس جديد جاي لهم. الحارس بيكلمهم وتورين بيقول لهم على فكرة الحارس ده عايش زيه زيكم من 6 شهور لما قوة أركانون زادت جدا، والحارس ده اتأكد إن انتوا بقيتوا موجودين وهتحاربوه. راح في رحله على الفضاء، ومره واحده الحارس بيتهاجم وهو بيكلمهم. بينزل نزله صعبه جدا والحراس بيشوفوه وهو بيقع في البحر، ومره واحده الهجوم بيشتغل عليهم هم كمان. الثلاث وحوش دول بيحضروا وفاكرين نفسهم هيهزوا الفريق الفنان ده، عندها حبه خرفان. الحراس بيستعدوا وبتبدا الحفله على اصولها يا جدو، ولكن الوحوش بتشد حيلها والواد ده بيمسك الكره ويوزع. بتشقلب الحراس وكل واحد فيهم بيروح في حته. ديجو بيكون سابهم وراح يدور على الحارس البنفسجي، ولكن الكام وحش دول بيهاجموه، وقبل ما يتمكنوا منه بيوصل حبيب اخوه بيجهز سيفه، واللي بيقف قصاده بيشيعوا على كيفه. بيخلص عليهم وديجو بيقول له يا واد يا فنان كان فينك يا قلب اخوك من زمان؟ بيقول له موجود والله يا حبيب اخوك، سيبك بقى من الكلام ده، انا خطتي نجحت وقدرت ابعد الآلي بتاعي عنهم، ودلوقتي هو في طريقه للمختبر بتاعنا. ديجو بيسيبه وبيروح على الثلاثه دول في ضربه واحده بينيمهم. بيقول لاصحابه يلا يا شباب، بيعمل منه سنكوره وهو واصحابه بيبداوا يحدفوها لبعض. ديجو بيجي عند الوحش ويوزع، بيرد الضربه فيه هو وزمايله، وبياخد صحابه وبيروحوا على المكان ده، وده المكان اللي فيه آلي بلاسيو. بيكونوا مبهورين بالمكان، وفجأة بتظهر لهم حتة الكريم كراميل دي. ايام بيقول ايه الحتة اللي تحل من على حبل المشنقة دي يا جدعان؟ تعالي بس نتعرف. بتقول له عارفاك يا ايام، انت القناص بتاع الفريق، الحارس الاسود، وفي نفس الوقت بصاص وبتاع بنات. جدها بيوصل وبيقول لها ما تحرجيش الواد بقى. تورين بيقول لهم ده الدكتور اولشيت، هو الحارس البنفسجي، عبقري جدا وهو اللي صنع الاسلحة بتاعتكم، تقدروا تسموه المؤسس السري لفريق الحراس. اما دي فتبقى حفيدته واسمها يايوي. ايه الاسم العرة ده انا بتلعثم وانا بنطقه. احنا ممكن نسميها كندل زي داينو تشار، او ممكن نقول عليها يويو، اهو يبقى مريب لاسمها شويه. المهم ان ايام بيقول لها تقبلي مني الورده دي يا يويو، بتسيبه وبتبص لدييجو نظرتها كلها اعجاب، وساعتها ايام بيتعصب منه. اولش بيقول لدييجو انت الكينج. ايوه انت. فبيقول لهم يا جدعان ايه الراجل المسخره ده؟ وفجاه تورين بيحس بالوحوش في المدينه بيكونوا عاملين قلق، ولكن الموضوع ده مش هيطول اخينا. بيحضر الفريق المهين اللي هيعملوا ازعرين، بيدخلوا عليهم بكل غباء، لا بيفرق معاهم 1 ولا 20. المره دي غير، مش معتمدين حد، وده في حد ذاته مش خير، ولكن الوحوش بيبوظوا لهم اسلحتهم. بيكونوا داخلين عليهم، ولكن بيحضر دكتور اينشتاين وبيخبط فيهم بسلاحه. بيقول للحراس ما تفتكرونيش عجاز، المدخره مستعد تحرير الطاقه. بيتحول بلباقه وهوب بيجي له شد عضل في ايه ده، جالك شد عضل فين؟ الوحوش بتكون داخله عليه، ولكن الحراس بيشغلوهم عنه. ييجوا بيشيلوه وبيضرب بيه الوحش، فبيقول له يخرب بيتك نزلني يالا. بيحدفوا على تورين عشان يقف جنبه، وسوجي بيروح ياخد الكره من الوحش وبيفضل يحدفها لاصحابه وهم بيحدفوها لبعض. مارو بيمسكها للكينج وهي واحده بيديها بعزم وبتفرقع الثلاثه. مش شايفها حماده، الاسلحه بترجع، ولكن صاحبنا ده بيكبر. عم حماسه بيقول لديجو خد دي هتنفعك، بيقول له تسلم. بيبدا يستدعي آلي بلاسيو وبيدخل بداخله طرش. الواد داخل ما بيهزرش، واللي عايز يقف قدامه يجي ما يتاخرش. بيجهز سلاحه وهي واحده بتنسي الوحش جراحه. يا واد ده فنان ما بالراحه. المهم ان يو بتروح لجدها وبتقول له عرضت حياه ديجو واصحابه للخطر. يقول لها يا بنت ما تلمسنيش عندي شد عضل. تورين بيقول لديجو انا معتمد عليك في انك تاخد بالك من آلي بلاسيو، هو بقى في حمايتك من النهارده. بيقول له كفايه يا معلم. ولكن المصيبه يا زميلي ان الوحوش بيكونوا مراقبينهم، والوحش ده بيكون حاطط الماده بتاعته عليهم عشان يعرف مكان المختبر بتاعهم، وبعدها يروح عليه هو واصحابه ويدمروه. يجهز بقى للي جاي واستعد يا قلب اخوه. أركانون بيكون مستعد يعمل أي حاجة عشان يوقف الحراس، وبيكون عنده خطة من أقوى الخطط الشريرة. وفي الوقت ده ديجو بيكون مبسوط بآلي بلاسيو وبيقعد يرغي معاه، ويويو بتكون بصاله بإعجاب. أيام بيقول لها لا مش مصدق، بتخونيني يا عزة، ده أنا اللي فتحت لك قلبي وحلفت ما أقفلوش. يوماتي كنت بألف لك شعر ومن كسوفي ما بقولوش، خرجت كل النسوان اللي في حياتي، بقيت بفكر فيك يوماتي، اشتغلت كل حاجة حتى بتاع الساعات وبتاع الجيلاتي، في الآخر تبيعيني وتبقى دي جزاتي.
دي مش هقبل، واستحالة انا وانتي يكون لينا مع بعض مستقبل، بس العيب عليا عشان طلعت اهبل، بختار غلط وفي الاخر بتبهدل. ياه بقالي كتير قوي ما قلت الشعر يا ابو الصحاب. طب والله رايق، بس انا من رايي كفايه كده لاني ممكن اقعد شاعرين كبار في بيتهم. ايه المهم نكمل احداث المسلسل، وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الشعر ماشي. ايه المهم انها بتكون محتفظه بصور كتير جدا لدييجو. ايام بيقول لا مش مصدق للدرجه دي بتحبيه. مارو بيشم ريحه شياط، بيبص على شماله بيلاقي ايمي مولعه من الغيره. كل ده عشان دييجو رت مكانك يا ابن الجزمه. طب ما انا كمان الكينج، بس هي كده بتيجي مع الهبل دوبل. ايه المهم ان تورين بيحضر وبيخلي يويو تتكلم مع الشباب وتشرح لهم الخطه. يويو بتقول لهم اركانون قوته عماله تزيد وجيشه عمال بيكبر يوم عن يوم، بس احنا معتمدين عليكم انكم تقدروا توقفوه. صاحبنا ده بيقول لها شكرا لمساعدتك انت والدكتور، ربنا يخرجه لنا من المستشفى على خير. دييجو بيحضر وبيقول لها ازيك يا وحش، بفضلك انت والدكتور فريقنا بقى معاه اسلحه قويه، انا بجد اتشرفت اني اشتغلت معاكم. بتقول له ده انا اللي ليا الشرف يا عسل اني اشتغل مع قمر زيك، قصدي اني اشتغل معاكم كلكم يعني. هي بتتكلم وايمي هتولع يا زميل. ايه المهم ان يويو بتشتغل على تعزيز قوه بلاسيو، ومارو بيروح لايمي وبيقول لها مالك في ايه، هو انت بتحب الكينج؟ بتقول له نعم، لا انا بس مش يا بص الصراحه عمري ما فكرت في الموضوع بالشكل ده، ولا فاهمه اللي بينا ده ايه اصلا. وفي الوقت ده الوحوش بيحضروا على الجيش، وصاحبنا ده بيفضي فيروس في الميه. تورين بيعرف اللي حصل وعلى طول بيبعت الحراس على هناك. المدخره مستعد تحرير الطاقه، بيدخلوا على الكام هيتيا اللي قدامهم ومحدش معاهم بيسد يا زميل، بيلبسوهم شخاليل وتعالى بقى خد دورك يا اسماعيل. دييجو بيقول لامي مالك يا بنت في ايه، بتبص لي كده ليه يا بنت العبيطه، هنتضرب فوقي. بتقول له انا قررت انسى اللي حصل. بيقول لها تنسي ايه، بس عامه لو هنركز في المعركه يبقى يلا بينا. ايام بيقول ابن الجزمه الكل بيتخانق عليه، في ايه احسن مني ده، ما بيشوفنيش ده لما بستشعر وبرفع شعري على تحت. وفي الوقت ده يويو بتخلص اللي بتعمله في قلب لاسيو، ولكن الآلي مش بيقوم، بتنصدم ومره واحده الوحش ده بيظهر، بتكون هترن على الحراس ولكن الوحش بيمسكها بالشكل ده، بيبدا يدمر في المكان. اما على الجيش فالحراس بيخلصوا على الكام هيتيا اللي في وشهم. في نفس اللحظه خطه الوحوش بتنجح وقرعه الوحوش بتبدا تنزل على الارض بالشكل ده. الكل بينصدم ولكن فيوري بيدخل يهاجمهم قبل ما يعملوا حاجه. تورين بيستلموا ودييجو بيدخل عليه هو كمان تعالى. اما الحراس فبيبعتوا صاحبنا ده عند طنط هاله. طب ما العيله هي شغاله بالسلامه حماده، ولكن الواد بيكبر بالشكل ده يا ساده. الحراس على طول بتستدعي الاليين وبيدخلوا عليه مشحونين، بيحاولوا يهاجموا البتاع الغريبه دي ولكن البتاع بتتحول لوحش، بيدمر الوحش ده لانه بيكون عاوز يمتص قوته. الحراس بيترعبوا من اللي شايفينه، وفي نفس اللحظه الوحش اللي ماسك يويو بيضعف هو التاني وقوته بتتسحب. الحراس مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه، وصاحبنا ده بيدخل يخبط فيهم بيعميهم وبيقدر انه يوقعهم من الاليين. اركانون بيكون فرحان جدا وبيقول دي لسه البدايه. آلي تيرا بيحضر والحراس بيستدعوا الاليين من تاني، بيعملوا تشكيله طرش بس يا رب تكمل وما تتدمرش. بيدخلوا بيها على الوحش ولكنه بينزلهم على الارض وبيبدا يصعق فيهم بيعميهم. ودييجو لما بيلاقي الموضوع كده بيحاول يستدعي بلاسيو ولكن المدخره ما بتشتغلش، بينصدم ومش بيكون فاهم ليه المدخره مش عاوزه تشتغل. الوحوش بيبداوا يدمروا المكان اللي بلاسيو فيه، ويويو بتكون هتموت في المكان ولكن بتفتكر كلام الكينج وثقته فيها، بتقول انا اسفه يا دييجو ما طلعتش قد الثقه. دييجو بيحس باللي بيحصل له وبيتعصب، وشكل دي نهايه الكل يا ابو الصحاب. الحراس بيكملوا تخبيط في الواد ولكنه بيرد عليهم الضربات بيعجزهم. دييجو بيقول لاصحابه استحاله نغزل تورين بعد ما وثق فينا، يلا قوموا. ولكن الغريب ان اركانون بيتراجع. دييجو بيستغرب واركانون بيروح لرجالته وبيقول لهم ابعتوا الحاجات دي على الآلي، وفعلا بيبعتوهم على الآلي وساعتها الآلي بيصغر. اركانون بيكتفه وبيقول لهم انا صغرت حجمه باستخدام الكوره دي ولو ضربته بيها تاني هيبقى كبير. بيقولوا له الله عليك يا زعيم. بيقول لهم يلا عشان الزرد يشحن، وبعد ما يشحن هنرجع للحراس تاني. وفي الوقت ده الحراس بيكونوا تعبانين، ودييجو بيروح لتورين وبيقول له انا اسف ما كانش المفروض نخليك تقاتل معانا ولا تتعب عشان تجيبنا على هنا. بيقول له عم مش مهم، المهم دلوقتي ان الزردات بتاعتكم تتعالج، وهم بيتعالجوا هنا بالفعل. الحراس بيكونوا متعصبين من هزيمتهم النهارده، لكن دييجو بيقول لهم يا شباب كان في حاجه غلط في الزرد اللي اركانون كان راكبه النهارده، بس بقول لكم ايه انا هروح دلوقتي على المختبر عشان اعرف آلي بلاسيو ماله، ازاي يعني ما اشتغلش لما استدعيته. بيقولوا له احنا جايين معاه. بيقول لهم لا ارتاحوا انتوا. ايام بيقول رغم انه تعب اكتر مننا ولكن برضك مش عاوز يتعبنا، عيل رجوله وربنا. بس تورين بيكون واقف على جنب وبيقول لو كلام دييجو صح يبقى مش الآلي اللي كان فيه حاجه غريبه، ده اركانون ذات نفسه اللي لسه ما استعادش قوته بالكامل عشان كده انسحب من المعركه. وفي الوقت ده يويو بتكون مرميه على الشط، ولما بتفوق ما بتكونش مصدقه نفسها انها عايشه، وبتفرح اكتر لما بتعرف ان بلاسيو هو اللي انقذها، بس بتكون زعلانه عشان خيبه امل دييجو فيها وما ظبطتش الآلي. بتبص على الآلي في الاجهزه اللي معاها بتلاقيه لسه سليم، بتفرح اكتر ولكن الوحش ده بيجي لها مش لوحده، بيكون مع كل اصحابه بيكونوا ناويين يحفلوا عليها
ولكن المعلم بيحضر ويرزع. اهو جالكم المطرشم وجلابيه اللي ما بيشوفش. بياخدها وبيجري من المكان، ولكن بيفتكر انه الكينج، فبيرجع عليهم بواحده بيقلبهم ابو قردان. بياخد يويو وبيروح الكهف ده وبيقول لها انت كويسه؟ بتقول له انا اسفه اني خذلتك، انا اللي وقعت في الفخ والبرمجه بتاعتي ما راحتش لبلاسيو، والوحش اللي كان في القاعده قدر يعطل انظمتنا. بيقول لها انا لسه واثق فيكي وعارف انك هتصلحي كل انظمتنا تاني، يلا بقى عشان ننقذ بلاسيو. وفي الوقت ده اركانون بيعرف ان بلاسيو لسه سليم، فبيتعصب وبيقرر يرجع المعركه تاني. دييجو بيشوفه فبيقول له يويو يلا روحي صلحي بلاسيو. بيروح يهجم على اركانون بطوله، وفي الوقت ده يويو بتروح تصلح الآلي وبتحاول تظبط انظمته عشان تكون قويه. وبنرجع لدييجو اللي بيكون واقف بطوله، ولكن الآليين بييجوا يدعموه، صحابه كمان بيوصلوا، وبكده الاكشن الحقيقي هيبدا يا قلب اخوه. المدخرة مستعد تحرير الطاقة. الآليين بينزلوا تخبيط في الوحوش، والحراس على العيال اللي تحت ما بيتوصوش، بيعملوا شغل فخم كالعادة وبيحطوا على العيال بالجامد يا سادة، بيطيروهم من المكان. وفي الوقت ده يويو بتخلص شغلها، ولكن بيكون ناقص حاجة واحدة، وهي انها تضيف الشجاعة لنظام بلاسيو الجديد. بتقول الروح الإنسانية هي اللي هتديله الشجاعة. بتروح له وبتقول له اعمل ايه عشان اديك شجاعتي؟ بيقول لها هوهوي كده لا بهزر من عندنا دي. المهم ان المكان بيكون هيتهد فوق دماغها، ولكنها بتفتكر الكينج والنوثق فيها. بتنط في قلب بلاسيو، ولما بتنزل فيه الواد بيقوم رهوان. دييجو بيفعل المدخره بتاعته وبيبدا يستعمل قوته الكامله. بيلاقي يويو مرميه على الارض، فبيقول لها انت بخير، بيسيبها نايمه وبيقوم هو يخبط في اركانون. بيجمع قوه الزردات وبيدخل عليه مقفل عدادات. تعالى يا بيديله واحده في الثانيه، وهو واصحابه مش بيحلوه. بيحاول يكتر فبيشربوه الدندوق. بيسوقوا العبط على الاخره بيبعتوه، بيكسبوا، وكالعاده مخلصين المعركه وهم منتصرين يا قلب اخوه. يويو بتفوق والكينج بيقول لها عاش عليكي. بتفرح، لا في الحقيقه كلنا فرحانين. وتاني يوم الوحوش بيكونوا قاعدين يندبوا على حظهم، لان القلعه بتاعتهم اتدمرت. اصلهم استعملوا القلعه بالقوه اللي فيها عشان يعملوا الآلي. المهم ان الواد ده بيجي لهم وبيقول لهم ما تزعلوش، اللي جاي اكتر بكتير. انما دييجو فبيكون نايم جنب عم كحكح في السرير. بيقول له مش ناوي تقوم بقى كحكح؟ بيقول له مش قادر، القطانيه نحى عليا، وده بنت السلاح ده انت اللي تستحقيه دلوقتي. يويو بتمشي في الشارع وبتقول استحقه ازاي؟ ده انا ما قدرتش اواجه الخطر لوحدي، بس انا سمعت انهم بيرقصوا هما بيتحولوا. ايه ده يا نهار ازرق، انتوا هنا؟ بياخدوها وبيروحوا على المختبر وبيستغربوا انها قلعت النضاره. فبتقول لهم دي مجرد شاشه بدير بيها البيانات بتاعه القاعده، بس عامه انا هجرب اتحول. المدخره هي مش شغاله ليه؟ ايام بيقول لها لازم ترقصي، ما تيجي نرقص سوا. ايام بتقول له ارجع يا زباله. وانت يا يويو انا متاكده انك في يوم من الايام هتقدري تتحولي. بتقول لها الموضوع مش بالسهوله دي، ما اظنش اني هقدر اتحول خالص. بتقول لها ايوه يا بنتي، بس انت اديتي شجاعتك لبلاسيو وهو ده اللي شغاله، ازاي بقى مش تقدري تعملي حاجه بسيطه زي دي؟ فبتقول لها انا عملت كده لاني كنت بفكر في دييجو واني لازم اساعده، يمكن لو كان معايا دلوقتي كان زمان الموضوع اختلف. بتمشي من المكان وبتروح تقف في الحته دي وهي بتفتكر معارك جدها. بتفضل تعيط، لكن اول ما الدمعه بتنزل على رجليها بتتجمد، وده بسبب الوحش. بيكون هياخد منها السلاح، ولكن امي بتوصل ويوزع. بتتحول، وفي الوقت ده تورين بيعرف ان في خطر وبيبعت الحراس عليهم. دييجو كمان بيقوم على السرير، وعم كحكح بيقول له ما دام انت سليم امال كنت نايم هنا ليه؟ بيقول له يا جدع الممرضات هنا امراض، خليك انت بقى هنا عجوز. وفي الوقت ده بيكون في وحش ماسك يويو، ولكن الحراس بيحضروا في المكان. الوحش بيقول لهم خليكم عندكم مهمه، هجمد البشر دول كلهم، اي حد بيعيط في المدينه هيتجمد. سينج كمان بيحضر وبيهاجمهم وبيكون مشحون، مع ان الواد ده في داينو تشارج ما كانش بالقوه دي، كان عيل هافق اصلا. المهم انه بيفرم الحراس، ويويو بتكون عماله تعيط عشانهم، وكل دمعه بتنزل منها بتجمدها اكتر. وفي الوقت ده الحراس بيقدروا يخلصوا من سينج، وفي نفس اللحظه بيوصل تورين والكينج. دييجو بيبص جنبه بيلاقي امي بقت بالشكل ده، بياخدها في المكان ده وبيرجعها لشكلها الطبيعي. وامي بتقول له الواد ايان استخدم علينا مدخره تخلينا بالشكل ده عشان سينج لما ينفجر احنا ما نتاثرش، ولكن دلوقتي الوحش خاطف يويو. بيقول لها طب تعالي معايا. بيروح على المكان اللي الوحش حابس يويو فيه، وبدون مقدمات بيدخلوا على اول اتنين، بيفضلوا يخبطوا فيهم، والهبله دي بتنوع. يا بنت العبيطه هتتجمدي. امي بتقول لها فكري في الشخص اللي انت عاوزه تبقي حارسه عشانه. بتفتكر جدها وانها قد كانت بتبقى مبسوطه لما بتشوفه بيحارب. الوحش ده بيكون هيئة آمي، ولكن يويو بتستجمع شجاعتها وبتكسر التلج، وهي واحدة بتنطر الواد ده. بتروح تاخد صحابها وبيطلعوا يجروا، وباقي اصحابهم بيوصلوا. شوية اكشن بقى مخرج. المدخرة مستعد تحرير الطاقة، بيتحولوا وبيكونوا على اتم استعداد. بيدخلوا على الواد ده بيفنشوا كده في السخان، اللي بعده بيديله واحدة بتبعته على اللومان. الوحوش بيكونوا كتير، ولكن كل واحد في الحراس بيكون سخنان. الواد ده بيكتر فبيتعمل منه بتنجان. يويو بتخلص على كل اللي قدامها، وبتروح على صاحبنا ده بواحدة التانية
التالتة الرابعة بترقده مكانه، بيكون لسه فيه الروح، ولكن مارو بيديله واحدة بر، الكينج بيستلمها وبيروح بيها برزة الديناصور بينهيه، الواد بيكبر وبكده خلص شوط. تعالوا بقى ندخل على اللي بعديه. بيدخلوا يخبطوا فيه هو والاتنين اللي معاه، وهي واحدة شمال والتانية يمين بيكونوا مخلصين عليهم. لا حلو، العيال بتصحى تاني ولكن ما بياخدوش في ايديهم غلوة، بنفس الواحدة يمين والتانية شمال، وهي واحدة في المنتصف بتخلص عليهم اخاد. طب ما كان من بدري يا عيال. بيرجعوا المختبر وبيكونوا في منتهى السعادة بالانتصار اللي حققوه. الاتنين دول بيمشوا والاتنين دول بيقعدوا يلعبوا سوا. اما الوحوش فالبوابة دي بتتفتح وبتسحبهم، بيلاقوا نفسهم في قلعة جديدة والقلعة بتبدأ تشتغل، والظاهر ان اللي جاي هيكون شغل جنان على هبل. وتاني يوم البت المسكره دي بتقول لسوجي هاخدك بكره عشان نروح التدريب، اتفقنا؟ بيقول لها يا ست مش لازم توصليني كل يوم. ما بتسمعلوش وبتمشي، وهو بيمشي لوحده وبيقول ما تخيلتش ابدا اني هقدر اجي النادي كل يوم في اجازه الصيف، كويس اننا خلصنا من الوحوش، ادي المدينه بقت هاديه. بيرجع لاصحابه وتورين بيقول لهم المختبر الجديد خلاص قرب يخلص. بيقولوا له هو اركانون ممكن يبقى عايش وممكن كمان يرجع القلعه بتاعته تاني. بيقول لهم كل شيء وارد، عشان كده احنا عاوزين ندمر اي حاجه تخلي اركانون لو عايش ما يرجعش قوته تاني. وعلى بالليل سوجي بيروح ينام وبيحلم انه قاعد في المكان ده وصاحبته نايمه على كتفه. بيقول لها مالك يا بنت يا ريم في ايه؟ بتقول له احنا في موعد غرامي. بيقول لها غرامي ايه؟ ده حلم يا بنت العبيطه. وفجاه بيلاقي العيال اللي بيتنمروا عليه جايين يتنمروا عليه تاني، وده كله عشان قاعد معاها في موعد غرامي. بيقول لهم يا جدعان ما اعرفهاش. بتقول الله يا كلب. وفجاه بتتحول لوحش بتضربه وتخلي العيال ينزلوا فوقه ضرب لحد ما بيعجنوه. بيصحى من النوم وبيقول ايه الحلم ابن الدايخه ده. بيعدي 3 ايام على الوضع ده وهو عمال بيحلم بنفس الحلم. ريم بتجيله فبيقول لها عاوزه ايه؟ بيسيبه وبيمشي وبيروح يحكي لامي كل حاجه. باقي الحراس بيحضروا وكلهم ما بيكونوش عارفين يناموا كويس بسبب انهم بيشوفوا كوابيس. بينصدموا لما كل واحد بيحكي هو بيشوف ايه، وبيعرفوا ان الموضوع مش عادي وان الوحوش هم اللي بيخلوهم يحلموا بالكوابيس دي. وفي الوقت ده بيجي لهم انذار، الوحوش بيكونوا هاجمين على الشباب في المدينه والحراس بيروحوا يحاربوا وهم نايمين حرفيا. امي بس اللي بتكون صاحيه. مارو بيحضر هو كمان وبيقول في ذكر هنا يعرف يلوي. صاحبه بيقولوا انت كويس يا مارو فوق يا ابن الدايخه. البت دي بتطلع من دماغه وبيكون معاها الوحش ده، وحش الكوابيس يا زميلي. ده كده بقى مش عاوز الحراس اللي تتعامل معاه، ده عاوز الواد باكو بتاع الدراج المقنع. المهم انه بيحدف على امي المخده دي بينيمها هي التانيه. بيدخل في حلمها وامي بتصحى في الحلم وبتشوف صحابها وهم مش طايقينها بيهجموا عليها، ولكن صحابها في ارض الواقع بيقدروا يخرجوا الوحش من المخده باستخدام الغاز ده. الوحوش بتختفي من المكان والحراس بيكونوا تعبانين جدا. بيرجعوا المختبر وبيعملوا اي حاجه تخليهم ما يناموش، لانهم لو ناموا هيحلموا بالكوابيس. وبالليل سوجي بيكون قاعد يتدرب، اما نوسان فبيكون قاعد بالشكل ده. امي رخرة بتحاول ما تنامش، اما الثلاثه دول فبيكونوا قاعدين يضربوا بعض عشان ما حدش فيهم ينام. وتاني يوم ديجو بيرن على اصحابه وبيقول لهم في مصيبه تعالوا بسرعه، لكن نوسان بيكون راح في النوم. وقبل ما سوجي ينام هو التاني ريم بتيجي تفوقه بتقول له خد مشروب الطاقه ده عملته لك مخصوص، لما شفتك تعبان اليومين اللي فاتوا قلت اعمل لك المشروب ده. بيقول لها هاتيه بسرعه. بياخده بيطلع يجري، وفي الوقت ده كل الحراس بيكونوا تعبانين وكمان مش عارفين يفوقوا نوسان ازاي. ومره واحده الوحش بيطلع من دماغه بيكون هيحدف عليهم المخده دي، ولكن سوجي بيوصل بيبدا يشرب مشروب الطاقه اللي هو شبه السبانخ ده، ومن وحشه الطعم بيفوق. بيبدا يهجم على الوحش وفجاه بيغفله وبيديله السيف في المخده اللي فرحان بيها بيقطعها له. بيخلي اصحابه يشربوا من الملوخيه وبعد ما بيشربوا منها بيفوق. انتوا لو تاخدوا بالكم انا حولت الملخص لمطعم حضرموت. المهم ان كلهم بيستعدوا، المدخرة مستعد بيتحولوا وبيدخلوا على الواد ده سخنين، وهي واحده في التانيه بينيموه يا ابراهيم. الواد عليهم بيكبر ولكنهم بيستدعوا الاليين. تيركس بيدخل عليه ولكنه بينيمه بالمخده. بتقرب له ليه ده صاحبه دماغه شده. بيستدعي الي بلاسيو وبلاسيو بيدخل في الوحش بيخبطه هو والمخده اللي فرحان بيها. ديجو بيندمج معاه وبيبدا يفعل قوته اجيها. صحابه كمان بيدخلوا مع باقي الاليين وكلهم بيعملوا ميكس جحيم. بيديروا واحده في التانيه وبيفجروه، وبعد ما بيفجروه بيروحوا على البت دي، ولكن مره واحده الغيوم بتظهر في السماء. مصيبه جديده وكانت حضرت هنا. الرباعي المرح ده بيظهروا من وسط الغيوم، واركانون بيقول لهم كنتوا فاكرين انكم هتخلصوا مننا بالسهوله دي يا حراس؟ ادينا رجعنا تاني. الحراس بينصدموا لانهم كانوا فاكرين ان اركانون وكمان القلعه المتجمده خلاص انتهوا، ولكن بينصدموا اكتر لما بيعرفوا ان اركانون راجع بقوه جديده. بيقول لهم انا نجيت من الانفجار بتاع الزور وكمان بنيت القلعه المتجمده من تاني، والمره دي انا جاي لكم مستعد عشان اخلص عليكم انتوا وكل
البشريه، وده وعد مني. ماشي يا تورين انت وفريقك. بيسيبهم وبيمشي، والحراس بيكونوا عارفين ان اللي جاي مش هيكون خير خالص. انما سوجي فبيروح لصاحبته وبيعزمها على الغدا. بتقول له انت اول مره تعزمني على الغدا يا اسطى. بيقول لها حبيت ارد لك الجميل، انت مش عملت لي مشروب طاقه برضه؟ صحابه بيوصلوا وبيقولوا لها المشروب بتاعك كان زي الفل رغم ان طعمه كان وحش يعني، ولكن خلانا كلنا نصحى. بتقول له انت خليت صحابك يشربوا من مشروب الطاقه اللي عملته لك؟ بيقول لها اه طبعا، اصل كان طعمه وحش فانا مش هشربه لوحدي يعني. بتقول له يا زباله، وبتنزل ضرب فيه. هو ابن حلال ويستاهل. اما في القلعه المتجمده فاركانون بيكون معزز قوته هو ورجالته على الاخر، وبيقول لهم اجهزوا لان القوه اللي تحت ايدينا دلوقتي غير، ورحبوا معايا باقوى وحش احنا صنعناه لحد دلوقتي، اندروف. الواد بيكون مشحون طاقه مش عاديه، والظاهر ان الحلقات الجايه هتكون اثاره ملحميه. وهنا بتنتهي الحلقة ال 25 من المسلسل. ما تمشيش عاوزك في كلمتين ابو الصحاب. اولا بالنسبة لقناة الانمي فهي كان المفروض تشتغل من بدري قوي، ده انا حتى مسجل لها شغل كتير، ولكن اليومين دول الدنيا مش احسن حاجة في التفاعل، فعشان كده مأجل التنزيل عليها لحد ما الدنيا تتظبط. وثانيا انا عارف انكم بتطلبوا فيديوهات كبيرة، بس انتوا عارفين انها بتاخد مني وقت ومجهود، وفوق ده كله ما بقتش تجيب تفاعل زي الاول، فخلونا متفقين 3 ايام وده تحدي جديد. هنجيب 1000 لايك على الفيديو ده بعون الله وده وعد. الفيديو اللي جاي من سوبر سانتاي هيكون 40-50 دقيقة. اما بقى الحاجة التالتة فهي عن فيديو اقوى 10 حراس. ناس كتير بتقول ليه تايلور وزينو وينج ما كانوش في القايمة، وناس تانية تقول لك برودي، وناس تقول لك ده، وناس تقول لك ده. الفيديوهات اللي من النوع ده انا مش بظبط القايمة بتاعتها على مزاجي خالص، الفيديو واضح وموريكم قوة كل واحد وليه يستحق يكون في المكان ده. اما زيتو فانا عارف ان في ناس بتقول المفروض ما يكونش رقم واحد، ما انا شرحت لك في الفيديو قوته وايه اللي يخليه رقم واحد بين كل الحراس، فهمتني بقى يا زميل. اما الحاجة الرابعة فهي تخص قناة الافلام. الفترة دي بنزل عليها افلام قصتها جامده جدا، والرغم ان في افلام منها ما جابتش مشاهدات ولكن قصتها عجبتكم جدا، والافلام دي كانت هنديه زي ما انتوا طلبتوا. ده غير ان في فيلم يخص الخارقين لسه نازل حاجه دمار بجد. وعلى فكره هو مش الافنجرز هنزله، لكن هو اصلا لسه ما اتعرضش، فاللي مش مشترك في القناه يروح يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان اول ما الفيلم ينزل يجيله اشعار. والى اللقاء مع كل جديد. سلام.